السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي بطريقه سهله جدا، بابسط طريقه فرد من غير ما ناخد وقت في الفرد وطريقه المكونات الغريبه. هنعمله بطريقه سهله جدا. الفطير اهو زي ما انتم شايفين معايا، هفتحه قدامكم تشوفوه. لو عايزاه مقرمش كده او عايزاه طري بتقدري ان انتي تتحكمي فيه، واقولك ازاي بالظبط. هقطعه قدامكم وتشوفوه. شكله حلو قوي، سهل جدا، السهل الممتنع زي ما بنقول. عملناه في على عين البوتاجاز في طاسة، مش بنحتاج فيه ولا فرد ولا عجن. هنشوف ازاي عملناه. شايفين شكله عامل ازاي؟ انا بجيب كيلو من الدقيق، ببدأ احط عليه معلقتين من السمنة، وكمان ببدأ ان انا احط كمان معلقة صغيرة من الملح، وبعجن المكونات كلها بالمية الدافية، لان احنا في الشتاء. لو احنا في الصيف تقدري تعمليه بمية عادي من الحنفية. بجيبه بقطعه كور كده صغيرة على قد حجم البرتقانة، وببدأ ان انا بغطيه بالزيت وبحطه على جنب متغطي بكيس بلاستيك علشان الوش ما ينشفش لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بجيبه بفرده كده زي ما انتم شايفين كده. بيكون سهل جدا على صينية كده، مش بياخد معايا وقت، سريع جدا في الفطار او في العشاء. مخدش معايا ربع ساعة كنت خلصت كل الكمية. بفرده كده لحد لما أرضية الصينية بتبان. ده ببدأ كده أعرف إن ديت خلاص كده، مش هتاخد معايا وقت فرد تاني أكتر من كده. تقدري لو انت عايزاه خفيف تعمليه بالزيت بس، لو عايزاه دسم وفطير فلاحي على أصوله تعمليه بالسمنة الفلاحي. إن أنا بقى جبت هنا بعد ما فردتها، جبت الخلطة دي عبارة عن معلقة من الدقيق، معلقة من النشا، معلقة من السكر، معلقة من السمنة النباتي، وحطيت عليها معلقة من القشطة اللي هي وش اللبن. وبدأت أقلب كده المقدار كله كده على بعض. طبعا الكمية دي باينة معاكم قليلة، لكن أنا كنت عاملة كمية طبعا كبيرة، ودي كانت آخر فطيرة صورتها معاكم لما لقيت الموضوع نجح. انتوا عارفين ان انا للمصداقية مش بصور اي حاجة الا اذا كنت جربتها ونجحت بالفعل. ببدأ كده بجيب الخلطة كلها وفردتها على الفطيرة، بحاول افردها على قد ما اقدر كده زي ما انتوا شايفين، لحد لما الاقيها شفافة خالص من تحت. ممكن كمان كنت احاول افردها اكتر من كده. تقدري ان انتي بتجيبي بقى سكينة او قطعة البيتزا كده زي ما انت شايفة. عايزة تحددي تجيبي بولة في النص كده طبق وتحطيه وتقسمي حواليه، لكن بالنظر كده انا قطعتها زي ما انتوا شايفين مثلثات كده. التوريقة بقى اللي هتاخد معايا توريقة الفطير المشلتت، ان انا بجيب الاطراف كده كلها على بعضها وبتنيها كده زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، بحيث ان انا آه، دي توريقات الفطير المشلتت، من غير بقى ما اقعد افرد واتني بطريقة صعبة. لا، هي دي بس سهلة جدا جدا. بعمله كده وانا واقفة كده سريع سريع، بتني كده كل الاطراف على بعض. زي ما انتوا شايفين انا سايبة طرف كبير اكبر من الاطراف الباقية، بحيث ان انا لما اتنيها كده بغطي كل الاطراف اللي انا عملتها، كل اهي بفردها كده وبغطي كله كده وبلم كله كده كورة على بعضها، وبغطيه بكيس بلاستيك لمدة 10 دقايق يرتاح لحد لما اخلص كل الكمية. وببدأ ان انا بفردها على صينية. هنا بعد ما فات 10 دقايق ارتاحت، فردتها بتتفرد بمنتهى السهولة اهي زي ما انت شايفة. بفردها بايدي او بجيب نشابة كده زي ما انتوا هتشوفوا، هتساعد معايا في فرد الفطيرة اكتر. بقى بفردها بالسمك اللي انا عايزاه. عايزة الفطيرة مقرمشة ورقيها، فرديها قوي ورققيها جامد. عايزاها تكون طرية، انا عاملاها حوالي 2 سنتي كده وسط، لا هي تخينة ولا هي آه، رقيقة قوي. وببدأ ان انا بجيب طاسة سخنة على النار، بحط فيها معلقة من السمنة وببدأ ان انا بحطها اول ما تسخن خالص وتسيح. بفرد فيها الفطيرة كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا، بحيث ان انا دي تكون سريعة. طبعا من غير ما نشغل الفرن، من غير ما نحطها في الفرن، على طاسة البوتاجاز. وسويت الفطير المشلتت بجد كان روعة. انا بقى هبدأ ان انا كده خلاص بسويها كده على قد ما بقدر تاني في الطاسة. اول ما بسيبها حوالي دقيقتين على كل جنب. اول ما برفع كده من تحت وبلاقي جنب احمر، ببدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني، بحيث ان الجنبين يحمروا ويكون شكلهم حلو قوي.
بحاول ان انا معليش النار قوي، النار بتكون متوسطة علشان ما تتلسعش وتتحرق مني بسرعة وهي لسه ما استوتش، وكمان عشان تديني لون اشقر ذهبي جميل جدا، اللون المتعارف عليه في الفطير الفلاحي. خلاص كده معلش المقطع ده ما تصورش، انا هوريكم في النهاية شكله عامل ازاي وقت لما جيت اقدمه. بصوا شكله جميل ازاي، زي ما قلتلك بتهدي النار عليه علشان يديك اللون الاشقر الذهبي ده، اللون المتعارف عليه في الفطير الفلاحي الجميل. عايزاه خفيف اعمليه بالزيت بس. مع المكونات اللي انا عملتها دي، مكونات التوريق، بجد خليته تحفة وجميل جدا. عايزاه دسم زي الفطير الفلاحي على اصوله، واعمليه بسمنة بلدي فقط، لكن زي ما انتوا شفتوا انا عملته وسط ما بين الخفيف وما بين الدسم، عبارة عن سمنة نباتي وحطيت عليها قشطة بتديني طعم كأني عاملاه بسمنة بلدي. بجد تحفة قوي قوي، طعمه جميل جدا، ما خدش معايا وقت، نفع. تقدري تعمليه في الفطار، في العشاء بمنتهى السهولة. لو حتى ضيوف طبوا عليكي فجأة وعايزة تكرميهم وتعملي لهم فطار أو عشاء، هتعمليه بمنتهى السهولة. أشوفكم بقى في فيديو تاني جاي جديد، وسلام عليكم.